كوريا الجنوبية ظهرت شركة اسمها وندرلاند، اخترعت تكنولوجيا متطورة بالذكاء الاصطناعي تقدر تخلي أي حد يتواصل مع أحبائه حتى لو ماتوا أو في غيبوبة. فكرة مجنونة صح؟ يعني تقدر تعمل مكالمات فيديو مع حد خلاص مش موجود في الدنيا وكأنهم لسه عايشين. من هنا بتبدأ قصتنا مع بايلي، سيدة أعمال شغلتها دايما كانت أهم عندها من أي حاجة، حتى بنتها طول عمرها بتجري ورا الفلوس والشغل، لكن لما عرفت إنها بتموت قررت إنها تسيب جزء منها في وندرلاند عشان بنتها ما تحسش بفقدانها. الفكرة إن النسخة الافتراضية منها في العالم ده ما بتبقاش عارفة إنها ميتة وبتعيش عادي كأنها لسه في الدنيا، ونسختها دي شغالة عالمة آثار وبتبان وهي في المطار مسافرة لدولة عربية، وهناك بتقابل واحد اسمه سون جون بيطلع إنه مسافر لنفس المكان. بدأ بينهم كلام ظريف لدرجة إنه خد رقمها عشان يفضلوا على تواصل. أول ما وصلت هناك بدأت رحلتها في الصحراء في التنقيب عن الآثار، لكنها في نفس الوقت كانت بتتصل بوالدتها وبنتها من وندرلاند، بس والدتها ما كانتش مستريحة وهي بتتكلم معاها وبتنده بنتها عشان تكلم مامتها اللي بقالها فترة ما شافتهاش، وبيطمنوا على بعض وبيقفلوا المكالمة. أما القصة التانية فهي عن جونج إن، مضيف الطيران حبيبها تيجو، كل يوم بيكلمها من الفضاء، بيصحيها من النوم، بيعرفها على أحوال الطقس وكمان مدة الرحلة بتاعتها اللي هتسافر فيها لبرشلونة، وكمان بيفكرها تحط قطرة وتاخد فيتاميناتها قبل ما تنزل. في المطار زميلها في الشغل بيعزمها على فيلم، لكن قبل ما توافق طلعت موبايلها واتصلت بتيجو تسأله توافق ولا لا، بس زميلها بيتصدم وبيسألها انت بتكلمي مين؟ سألها وهو مش مستوعب، بس هي كانت عايشة حياتها مع نسخة تيجو الافتراضية وكأنه لسه معاها بجد. بالليل بعد الشغل بتفتح المكالمة وبتقضي وقت معاه كأنه موجود، وبتطلب منه يغني لها ويشاركها اللحظات اللي بتتمناها، لكن الحقيقة كانت أصعب. تيجو الحقيقي موجود لكنه محبوس بين الحياة والموت، بيبقى في المستشفى وفي غيبوبة في قلب شركة وندرلاند، المكان اللي الناس بتلجأ له عشان يهربوا من ألم الفقدان. بيبان هاري وهيون سو المؤسسين اللي ورا المشروع ده واللي بيديروه بكل تفاصيله، لكن المفاجأة إن هاري نفسها مشتركة في الخدمة، أهلها ماتوا وعشان ما تحسش بالوحدة بتستخدم التكنولوجيا اللي اخترعتها عشان تكلم والدها ووالدتها وكأنهم لسه عايشين معاها. يوميا بتفتح مكالمة معاهم، بيسمعوا عنها، بيسألوا عن يومها، وأمها كالعادة مش بتسيبها في حالها، كل يوم بتسألها امتى تتجوزي بقى. ضغط الأهالي اللي ما بيخلصش، عشان تهرب من الزن بتضطر تضحك عليهم وتقدم زميلها على إنه خطيبها، وهو كمان بيدخل في الدور وبيعرفهم بنفسه، وبيحاولوا يعيشوا لحظات عائلية سوا حتى لو كانت كلها مجرد ذكريات وهمية. بعد الليلة دي هاري وهيون سو بيروحوا لجدة عجوزة اسمها جون ران عشان يوروها ازاي وندرلاند بتشتغل. الجدة حفيدها جينجو مات لكنه اشترك لها في الخدمة قبل ما يموت، من خلال وندرلاند بقت قادرة تكلمه وتشوفه، وبيبقى في انجلترا عايش حياته هناك، طالب في الجامعة بيمثل على المسرح وبيحقق أحلامه. بيحكي لها بحماس عن تجاربه في البلد الأجنبي، هي بتبقى عارفة انه مش حقيقي لكنها بتحس انها مش لوحدها وان حفيدها لسه في حياتها بشكل ما. في لحظة عاطفية وهي بتكلمه فجأة بتسأل هاري وهيون سو ازاي يشتري له لبس جديد هناك في العالم الافتراضي. في يوم جديد بيوصل طلب اشتراك جديد، لكن المختلف المرة دي ان العيلة هي اللي طلبت الاشتراك مش الشخص نفسه. عيلة يونج تشيك بيطلبوا انه يكون موجود معاهم في العالم الافتراضي بعد وفاته عشان ما يحسوش بفقدانه، لكن لما بيبدأوا يسألوه عن متطلباته للنسخة الافتراضية بتاعته، يونج تشيك كان عنده طلب خاص، عايز يكون بشكله وهو صغير، مش عايز يظهر في وندرلاند كراجل كبير، عايز يرجع لسن الشباب. لكنه بيتفاجئ لما هاري وهيون سو بيشرحوا له ان ده مش ممكن. القواعد بتقول ان اي شخص في وندرلاند لازم يكون بنفس الشكل اللي كان عليه قبل وفاته عشان يفضل حقيقي بالنسبة لعيلته. يونج تشيك بيحاول يضغط عليهم لكنه في الاخر بيوافق. بعد ما خلصوا مع العيلة ولما بيرجع له مكان شغلهم، هيون سو وهو بيتفرج على صور يونج تشيك بيبقى مستغرب لان في صورة من الصور موجود فيها والدته، فبيحس ان يونج تشيك يكون والده لانه في شبه كبير ما بينهم، ولانه كمان ما شافش والده من ساعة ما اتولد. هاري بتقول له يروح يسأله لكنه بيرفض. بعد فترة بيروح هو وهاري قابلوا الجدة جون ران في مطعمها، وهم قاعدين بيطلبوا الأكل بيلاحظوا إنها تعبانة ومرهقة جدا. لما بيسألوها بيعرفوا إنها بتصرف فلوس كتير جدا على حفيدها في وندرلاند وبتشتغل زيادة عشان توفر له كل اللي بيطلبه عشان تخليه سعيد. المشكلة إن الولد بقى مدلل، بيطلب حاجات أكتر وأكتر وما بقاش حتى مهتم بتعب جدته. هاري وهيون سو بيبقوا مصدومين جدا من التغيير اللي حاصل في شخصيته. بعد فترة هيون سو بيعرف إن يونج تشيك مات، بيروح يعزي العيلة، وبعد العزاء بيفتح وندرلاند وبيكلم نسخة يونج تشيك الافتراضية، بيطمن عليه وبيسأله إذا كان المكان اللي حطوه فيه عاجبه ولا لا. بعدها بياخد القرار اللي كان خايف منه، بيقابل والدته بيخليها تكلم يونج تشيك، وبيطلع فعلا إنه والده الحقيقي، لكنه مش بيتفاجئ لانه كان متوقع ده. من اول لحظه شاف صوره والده وهو صغير، الشبه بينهم كان واضح جدا. بعد كذا يوم الجده جون ران بتموت من الارهاق، الخبر بيصدم الكل. هاري بتروح تعرف حفيدها بده وبتقول له الحقيقه، جدتك ماتت والخدمه بتاعتك هتتوقف. بنرجع لبايلي وهي عايشه لحظات جميله مع بنتها جيا، بتحاول تعوضها عن كل الاوقات اللي ضاعت، بتفرجها على الصحراء، على المغامرات اللي بتعيشها هناك، وبتحكي لها عن الرحله اللي خرجت فيها عشان تدور على شجره الحياه. بنتها بتسمعها بانبهار، لكن وسط الحماس زملائها بيندهوا عليها لانهم لقوا اثار
المطار. بتضطر تقفل المكالمة بسرعة وتتحرك معاهم، لكن فجأة وهي في الطريق بيجي في بالها مشهد غريب. بتفتكر إنها كانت في الماضي بتشتغل في الاستثمارات، وكانت دايما بتقفل المكالمات على بنتها عشان الشغل كان واخد كل حياتها. فجأة بتقف مكانها بتحس بحاجة غلط، لكن الإحساس ده بيختفي وبتحاول تنسى وبترجع تتكلم مع بنتها تاني وبتعتذر لها إنها سابتها فجأة. في نفس الليلة بتلاقي تليفونها بيرن. سونج جون بيكلمها بالغلط، لكنه بيحس إن في حاجة مش طبيعية في صوتها، فبتبدأ تفضفض له وبتقول له عن الإحساس الغريب اللي حست بيه وإنها حست إن دي مش حياتها الحقيقية. بيرد عليها بجملة غريبة وهي إنهم في حلم. بتسكت وبتستغرب من كلامه. في الوقت ده جونج إن بتوصل لها رسالة صادمة. تيجو فاق من الغيبوبة، بتجري على المستشفى دموعها بتنزل من الفرحة أول لما بتشوفه. الدكتورة بتطمنها، لكن بتحذرها إن تيجو هيواجه صعوبات في التكيف مع الحياة وإن سلوكه هيتغير وإنها لازم تساعده وما تتخضش من اللي هيحصل. في الأيام اللي بعدها تيجو بيبدأ رحلة العلاج الطبيعي، بيحاول يرجع لحياته الطبيعية وجونج إن بتكون جنبه في كل لحظة، تمسك إيده وبتدعمه، وأخيرا بيقدر يخرج من المستشفى ويروح معاها البيت. في البداية الأيام بتكون مليانة سعادة، كل حاجة شبه الحلم، لكن مع الوقت سلوك تيجو بيبدأ يتغير. تصرفاته ما بتبقاش زي الأول، استيعابه بقى أبطأ، وحتى في يوم إيده اتحرقت وما حسش بحاجة. وفي يوم من الأيام جون إن كانت تعبانة جدا وعندها حمى وكانت لوحدها ومش لاقية حد يساعدها. حاولت تدور على دواء ينزل السخونية بس ما لقيتوش، فما لقيتش قدامها حل غير إنها تكلم تيجو من العالم الافتراضي. لما شافها قلق عليها جدا لأن شكلها كان باين عليها التعب، وسألها عن حالها. هي حكت له على تعبها، فقال لها على مكان الدواء وطلب منها تريح شوية، وأول ما تخف تبعت له تطمنه. بالفعل لقيت الدواء وراحت خدته ونامت شوية، لكن صحيت على دوشة جامدة. لقيت تيجو عامل حفلة في البيت. المشكلة إن الحفلة كانت مليانة ناس هي أول مرة تشوفهم، وده كان غريب جدا لأن مش من عادته يعمل كده. وقفت مصدومة وبقت حزينة جدا لأنه واضح إنه بقى شخص مختلف عن اللي كانت تعرفه. مع الوقت جون إن بقت تتكلم مع تيجو الافتراضي أكتر لأنه كان الشخص الوحيد اللي بيريحها، بس تيجو الحقيقي حس إن في حاجة غلط وإنها بقت متغيرة معاه وبدأ يشك فيها. وفي يوم وهي ناسية موبايلها في البيت رن تيجو الافتراضي عليها، فالحقيقي شاف المكالمة وحاول يعرف مين اللي بيتصل. بالصدفة جون إن رجعت في نفس اللحظة ولقيته ماسك موبايلها، فزعقت فيه واتعصبت جدا وقالت له انت بتفتش في حاجتي. بس الكارثة الحقيقية حصلت لما تيجو بالغلط حرق الشقة بتاعتهم. هنا جون إن فقدت أعصابها خالص وخرجت في نص الشارع تصرخ وتعيط مش مصدقة اللي بيحصل. في نفس الوقت بنرجع لبايلي اللي علاقتها بأمها كانت متوترة. لما كلمت أمها قفلت السكة في وشها لأنها كل ما تسمع صوت بنتها بتتأثر نفسيا أكتر، وده خلى بايلي تحس بحاجة غريبة وبتكون حزينة من تصرف أمها. راحت حكت كل ده لسونج جون اللي حاول يواسيها ويخفف عنها، لكن فجأة وهم بيتكلموا ظهرت هاري ونادت عليه، فسابها ومشي بسرعة وراح لمكتب هاري. وهنا كانت المفاجأة، سون جون طلع شخص حقيقي مش مجرد شخصية افتراضية، وبيشتغل مع وندرلاند والمسؤول عن مراقبة أي تغيرات غريبة بتحصل في الشخصيات الافتراضية. لما وصل المكتب عرف منهم إن خطبة بايلي هتتلغي لأن أمها طلبت منهم ده لأنها مش قادرة تتعامل معاها وهي عارفة إن بنتها الحقيقية ميتة. تاني يوم والدة بايلي قررت تمنع جيا من إنها تكلم مامتها تاني، خصوصا بعد ما خدت قرار إنها تلغي الخدمة نهائيا. مش بس كده، دي كمان كانت عاوزة تاخد بنتها وتسيب المكان اللي عايشين فيه عشان يروحوا البلد اللي اتولدت فيها الجدة. بايلي لما عرفت بموضوع السفر من مامتها زعلت جدا وحست إن حياتها كلها بتبوظ، وهي واقفة بتفكر في اللي بيحصل حصلت حريقة جنبها وده زود التوتر أكتر. أما في الناحية التانية تيجو كان حاسس إن في حاجة غلط وإن علاقته بجون إن ما بقتش كويسة، فقرر يروح لها الشغل وطلب منها يسافر معاها للبلد اللي رايحاها عشان يغيروا جو ويتفسحوا شوية، لكن هي رفضت وقالت له إنه لسه تعبان وما ينفعش يسافر لأي مكان دلوقتي. كان باين إنها مش مرتاحة، بس قبل ما يكملوا الكلام جات لها مكالمة. تيجو من العالم الافتراضي بيتصل بيها. هي مسكت التليفون وبصت فيه بتردد مش عارفة ترد ولا تقفل. تيجو الحقيقي لاحظ وسألها مين اللي بيتصل. بهدوء غريب ادت له التليفون وقالت له رد انت. ولما تيجو رد كانت الصدمة، وقف متجمد في مكانه مش مستوعب اللي بيحصل. جون إن بصت له بحزن واتأسفت له لأنها عملت كل ده من اشتياقها ليه، ما كانش عنده كلام يقوله. بص لها نظرة مليانة مشاعر متلخبطة وبعدها مشي. قبل ما يبعد اتمنى لها السلامة في رحلتها. بعدها قعد مصدوم على كراسي المطار. والدة بايلي بتاخد حفيدتها وبتروح بيها على المطار، وهناك جيا بتقرر تهرب من جدتها لأنها مش عاوزة تسافر لبلد جدتها وعاوزة تروح لمامتها. في اللحظة دي بايلي بتتصل بأمها والأم بتعرفها إن جيا اختفت وبتتعصب عليها وبتقول لها بغضب أنا مش أمك. وفجأة الخدمة بتقف تماما. في العالم الافتراضي بايلي بتكون قلقانة جدا على بنتها وعاوزة تسافر لها بأي شكل. زمايلها بيحاولوا يلفتوا انتباهها ويقولوا لها إنهم لقوا شجرة الحياة اللي كانوا بيدوروا عليها، لكنها مش بتكون مهتمة وبتقرر تسيبهم وتتحرك بسرعة بالعربية في الصحراء. فجأة المشهد بيبدأ يتكرر كل شوية وعاصفة ترابية ضخمة بتظهر قدامها كأنها بتمنحها إنها تتقدم، لكنها بتدخل جواها بأي طريقة لأنها مش قادرة تسيب بنتها مفقودة. في نفس الوقت العاصفة دي بتسيب عطل كبير في البرنامج كله، وفي مكتب شركة وندرلاند المهندسين مش عارفين يوقفوا الخدمة ومش فاهمين ليه ده بيحصل.
هاري بتتصل بسون جون وبتطلب منه يروح يهدي بايلي لانها اخترقت النظام وكده هتتسبب في تعطيل البرنامج بالكامل. سون جون بيلحقها في اخر لحظه وبينقذها من العاصفه، وهناك بيقول لها الحقيقه الصادمه انهم مش في الواقع. في اللحظه دي بايلي بتبدا تستوعب انها مش حقيقيه، وقتها بتدرك انها شخصيه افتراضيه وبيحصل خلل وبتختفي من قدامه وبتوصل لجدار الحمايه الخاص بالبرنامج. في اللحظه دي هيونسو بيبقى عاوز يمسح كل المعلومات الخاصه ببايلي لانها اخترقت جدار الحمايه، لكن هاري بتوقفه قبل ما ينفذ قراره. بتقول له انها خايفه ان اهلها او قرايبها يطلبوا يرجعوا الخدمه في المستقبل تاني، ولو المعلومات اتمسحت ورجعوها الشخصيه مش هتبقى هي نفسها لكن هتبقى شخصيه مختلفه تماما. تعترف له انها جربت حاجه زي دي قبل كده مع عيلتها، ولما رجعت الشخصيات لقيت انهم مش هم نفسهم واتغيروا بالكامل. كمان بتقول له انها حاسه ان بايلي عاوزه توصل لهم رساله مهمه، فبتطلب منه انه يثق فيها ويسيبها ويشوف اللي هيحصل. وفعلا بايلي بتتمكن من اختراق شبكه المطار وبتبعت رسائل لكل الموجودين هناك وبتسالهم عن بنتها. في الوقت نفسه تيجو بيستقبل مكالمه، ولما بيرد بيلاقي انها بايلي وبتطلب منه يساعدها لانها بتدور على طفله صغيره تاهت من جدتها. فجاه بيشوف جيا وهي رايحه ناحيه الطيارات وكانت اتخبط بعربيه، فبيروح بسرعه ينقذها ويرجعها لجدتها. وهناك بتوصل لهم مكالمه جديده من بايلي بتقول لبنتها الحقيقه المخيفه وبتعرفها انها معاها دلوقتي في المطار بس في عالم تاني وميته ومش حقيقيه، هي موجوده بس في التليفون. البنت بتتقبل الوضع بصعوبه لكنها بتطلب منها تفضل معاها لحد ما تكبر وتقرا لها الكتب زي زمان. بايلي بتودع مامتها وبتشكرها على كل اللي عملته عشانها، وبعدها بترجع تقعد على نفس الكرسي اللي كانت عليه في المطار لانها قررت تلف العالم وتستمتع بحياتها مع استمرارها في انها تكلم بنتها رغم معرفتها بحقيقه انها في عالم افتراضي. وبمجرد ما بتاخد القرار ده النظام بيستقر وكل حاجة بترجع لطبيعتها. في نفس الوقت جونج إن بترجع من السفر وبتطلب من وندرلاند إنهم يلغوا الخدمة نهائيا. بتقرر إنها تعيش الواقع وتكون مع حبيبها بعيوبه بدل ما تفضل متمسكة بشخص خيالي مش حقيقي. وبكده بيخلص فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. سلام.